ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يلا نرشم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هنتكلم عن يوسف الصديق. تعالوا نعرف مين هو يوسف وايه هي حكايته. يعقوب يا صحابي بعد ما كبر في السن اتجوز وخلف اولاد كتير جدا جدا، وكان من ضمنهم واحد مميز جدا عند يعقوب وبيحبه قوي وهو يوسف. وفي مرة من المرات يعقوب عمل قميص جديد ملون وإداه لابنه يوسف قدام كل إخواته، وفضل يوسف يقول لإخواته شايفين القميص حلو إزاي عليا؟ وطبعا إخواته اتضايقوا قوي وغاروا منه جدا وفكروا إنهم يخلصوا من أخوهم يوسف. طب يا ترى هيحصل إيه؟ تعالوا نشوف. فكروا إنهم يرموه في البير، لكن بعد ما رموه في البير شافوا قافلة من الناس رايحين على أرض مصر، وفكروا يبيعوا أخوهم للناس دول، وبكده هم هيخلصوا نهائيا من أخوهم يوسف اللي دايما حاسين إن هو أحسن منهم. طلعوا أخوهم على طول من البير وقالوا له إحنا هنبيعك لمجموعة الناس دول وهيودوك على مصر. طبعا زعل جدا وقال لي أنا عملت إيه؟ سيبوني يا إخواتي، خليني أكون معاكم، ليه هتدوني الناس غريبة؟ هما ما كانوش سامعينه خالص، وللأسف باعوا أخوهم لمجموعة الناس دول ب20 من الفضة، وبكده هم خلصوا نهائيا من أخوهم يوسف اللي كانوا دايما بيغيروا منه وحاسين إنه أحسن ومميز عنهم. ووصل يوسف مصر واتباع لواحد اسمه بوتيفار، ده بقى رئيس شرطة قصر فرعون. وقعد يوسف بعد كده في بيت سيده بوتيفار. وفي مرة بوتيفار قال ليوسف أنا شايفك أمين جدا جدا، وأنا هخليك مسؤول عن كل بيتي. شايفين يا صحابي إزاي ربنا كان بيخلي يوسف يلاقي نعمة في عينين كل اللي بيقابلهم؟ يلا نكمل. وكمان بوتيفار قال ليوسف أنا واثق فيه جدا يا يوسف، وعايزك تتصرف في بيتي كأني أنا اللي موجود بالظبط. ودي حاجة حلوة خالص توضح إن يوسف فعلا كان أمين. لكن للأسف يا صحابي حصل في يوم من الأيام إن مرات بوتيفار كانت عايزة يوسف يقع في الخطية لأنها أعجبت بشخصيته وحاولت إن هي توقعه في الخطية. لكن يوسف قال لها بوتيفار سيدي وثق فيا وكمان اعتبرني المسؤول الأول عن بيته، وإزاي بقى أقع في الشر العظيم ده وأخطئ إلى الله؟ وهرب على طول وجري من بيت بوتيفار. ويوسف وهو بيجري قال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ وكان متضايق جدا جدا. بس يا صحابي هنا يبين لنا قد إيه إن يوسف كان أمين جدا جدا. وكمان دي حاجة تخلينا نعرف إن يوسف ما تحججش بالظروف وواقع في الخطية، لا بالعكس، ده كان متأكد إن ربنا شايفه ومش هيسيبه ودايما معاه. ويوسف هرب من الشر. ويا ترى بقى مين اللي اتضايقت جدا واتغاظت؟ مرات بوتيفار اتضايقت جدا يا صحابي، وراحت قالت لجوزها يوسف ده وحش قوي قوي يا بوتيفار، وانت لازم تمشيه من البيت على طول. وللأسف بوتيفار أمر الحراس إنهم يحطوا يوسف في السجن، واتحبس يوسف وهو مظلوم وما عملش أي حاجة وحشة خالص. لكن ربنا كان مع يوسف ولقى نعمة في عينين رئيس السجن، وكان مصدق إن يوسف أمين وفعلا ما عملش أي حاجة وحشة، وبقى محبوب جدا عند رئيس السجن ده. حتى كمان يا أصحابي اتطلب من يوسف إنه يكون مسؤول عن كل الأسرى اللي في السجن، وكمان هو اللي هيكون مسؤول عن توزيع الشغل عليهم. يلا بينا نشوف حصل ايه بعد كده. ملك مصر في الوقت ده يا صحابي كان عنده خباز وسائي. الخباز ده كان مسؤول عن العيش انه يخبزه ويعمل الفطاير، والسائي كان مسؤول عن العصاير اللي بتتقدم للملك. وللأسف
في مرة غلطوا والملك زعل منهم قوي وغضب عليهم وحطهم في السجن، وده في نفس المكان اللي محبوس يوسف فيه. والخباز والساقي وهم نايمين في السجن، ده حلم حلم وده حلم حلم. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. صحيوا ويوسف اطمن عليهم وقال لهم انتم كويسين؟ قالوا له كويسين ازاي؟ ده احنا حلمنا احلام غريبة خالص ونفسنا حد يفسر لنا الاحلام دي. قال لهم طيب قولولي ايه هي الاحلام وربنا هو اللي هيفسر وهيساعدنا نفهم ايه معنى اللي انتوا شفتوه في الاحلام. يلا احكولي. بدأ الساقي يحكي وقال انا شفت شجرة كبيرة وكان طالع منها 3 أغصان، والشجرة دي طلع منها ورق وزهور وأثمار عناقيد عنب، وكاس فرعون كان في ايدي، فأخدت العنب وعصرته في الكاس بتاع فرعون واديت الكاس لفرعون. رد يوسف وقال حلمك ده تفسيره ان 3 أغصان دول هم 3 أيام، وفي 3 أيام هيرفع فرعون راسك ويردك لمقامك ومجدك وهترجع تاني الساقي بتاع فرعون. ولما ترجع لمكانتك دي ابقى افتكرني واتكلم فرعون وتقوله اني عايز اخرج بقى من السجن. وقال له لا اطمن، انا عمري ما هنساك وهفتكرك طبعا اول ما هطلع من السجن. والخباز بعد كده قال له انا كمان عايز اعرف ايه تفسير الحلم بتاعي. ابتدى يحكي الخباز الحلم اللي شافه وقال انه حلم ان كان على راسه 3 سلال، والسلة العالية دي كانت سلة فرعون، ودي بقى فيها كل أكله اللي أنا بخبزهوله، والطيور جت وعمالة تاكل منه. ورد يوسف وقال له تفسير حلمك، وسكت يوسف وكان بيفكر ازاي هيقوله التفسير ده عشان شكل الحلم ده وحش. يوسف قال له تفسير حلمك ان بعد 3 أيام فرعون هيرفع راسك، يعني هيقتلك، وفي اليوم الثالث يا صحابي عمل فرعون وليمة كبيرة وأمر إن رئيس الخبازين يتقتل، وأمر إن رئيس السقايين يرجع شغله زي ما كان. وبعد اللي حصل لرئيس السقاء ورئيس الخبازين، فرعون حلم إنه كان واقف على شط النهر هو والحراس بتوعه وبيقول لهم شايفين 7 بقرات الحلوين دول فعلا شكلهم حلو، لكن فجأة جات 7 بقرات تانيين بس شكلهم وحش خالص خالص، شكلهم رفيعين كده ونحاف، وعلى طول أكلوا 7 بقرات الحلوين. وصحي فرعون وهو مفزوع من الحلم اللي شافه ده، وبعد كده نام تاني، لكنه حلم مرة كمان إنه شاف 7 سنابل حلوين ومثمرين، لكن جات 7 سنابل رقيقة قوي ومفيهاش أي ثمار أكلت السنابل الحلوة. وعلى طول أول ما صحي من النوم ندهى الحراس وقال لهم أنا عايز كل السحرة ييجوا يفسرولي إيه اللي أنا شفته ده، واضح إنه حلم خطير جدا. وفعلا جم كل السحرة، لكن يا صحابي ما عرفوش يفسروا أي حاجة خالص من اللي كان بيحكيها لهم فرعون لما شافها في الأحلام. وبعد كده حصل إيه؟ رئيس السقاة راح لفرعون وقال له أنا للأسف نسيت خالص إني وعدت واحد وقت ما جلالتك غضبت علي أنا والخباز وخلتنا نقعد في السجن، قابلت شاب عبراني فعلا كنت برضو حلمت حلم أنا والخباز، وهو شافنا وقال لنا إيه تفسير اللي إحنا شفناه، وده فعلا بيعرف يفسر الأحلام. وبصراحة كمان قال لي يا رئيس السقاة لو رجعت لمكانك واشتغلت تاني عند فرعون ابقى افتكرني قدامه وقول له بقى إني عايز أخرج من السجن، لكن للأسف يا جلالة الملك أنا نسيت خالص خالص، بس أنا جاي دلوقتي وبعرفك إن ممكن الشاب العبراني ده هو اللي يجي ويقولك إيه تفسير الأحلام. وفعلا يا صحابي فرعون على طول أمر إنهم يخرجوا يوسف من السجن ويجيبوه على طول عشان يعرف بقى إيه تفسير الأحلام دي. على طول راح يوسف يقابل فرعون وقال له
اتفضل يا جلالة الملك. قال له يا يوسف أنا حلمت أحلام غريبة جدا. بدأ يحكي فرعون ليوسف إيه الحاجات اللي شافها وكان مش فاهمها في الأحلام. قال له يا يوسف أنا شفت 7 بقرات حلوين جدا، وبعد كده جت وراهم 7 بقرات مش حلوين ونحاف وأكلوا ال7 بقرات الحلوين. وبعد كده شفت حاجة، كانوا 7 سنابل مثمرين وحلوين خالص، لكن فجأة جت 7 سنابل ما فيهاش أي ثمار وأكلت ال7 سنابل الحلوين. إيه بقى معنى اللي أنا شفته ده؟ رد يوسف وقال له ال7 بقرات الحلوين دول وال7 سنابل الحلوين دول هم 7 سنين، أما البقرات ال7 الوحشة والسنابل الرفيعة اللي ما فيهاش أي ثمار دول برضو 7 سنين. أول 7 سنين دول يا جلالة الملك هيكونوا 7 سنين شبع في أرض مصر، لكن بعد كده ال7 سنين اللي بعديهم هم 7 سنين جوع جامد جدا جدا، لدرجة إن هي هتحصل مجاعة. ورد فرعون على يوسف وقال له أنت فعلا إنسان حكيم جدا، وإحنا هنلاقي فين راجل حكيم زيك ومدبر، وانت بقى يا يوسف هتكون وكيل على بيتي وهتكون الرجل التاني بعدي. وفعلا يا صحابي فرعون خلع الخاتم بتاعه ولبسه ليوسف، ولبس كمان يوسف لبس معمول من الكتان والحرير. وبكده تكون خلصت قصتنا يا صحابي. نتعلم ايه بقى منها؟ نتعلم اننا نكون امناء في كل حاجة بنعملها في حياتنا، في المذاكرة حتى واحنا بنصلي نكون مركزين جدا في كل كلمة بنقولها إن ربنا بيكون شايفنا. الآية كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. الشاهد تكوين 39:2. يا أصحابي يلا اشتركوا في القناة بسرعة، دوسوا على كلمة سبسكرايب أو اشتراك، وكمان فعلوا الجرس عشان تجيلكم الإشعارات الجديدة لكل القصص اللي جاية. وكمان اوعوا تنسوا اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.